السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في بالتفصيل. النهاردة هتكلم بسرعة كده عشان وقت الفيديو كمان. أنا هتكلم عن تخطيط النادي الأهلي أو خطة النادي الأهلي اللي اتغيرت. أنا وأنت وأي حد فينا متعود على دايما على خطة 4-2-3-1 أو 4-3-3، إلا إن اكتشفنا في آخر 3 ماتشات بالظبط للنادي الأهلي، النادي الأهلي بيلعب بطريقة 3-4-3 أو 3-5-2 حسب تطبيق الكورة، أو إحنا الكورة معانا ولا الكورة مع الخصم. لو الكورة معانا بتتحول الخطة من إلى 3-4-3، او لو الكره مع الخصم بتتحول الخطه ل 3-5-2. المهم الخطه دي هتكون مفيده جدا لينا، خصوصا لو احنا علينا ضغط عالي او بنقابل فرقه ومحتاجين ان احنا نعمل عليها تحولات هجوميه او بضغط عالي، وخصوصا لما بنطبقها بالضغط العالي من قدام. في الخطه دي بتكون كويسه جدا لينا. خصوصا انا برجح الخطه دي وان هي هتنجح معانا ان شاء الله بشكل اسرع مع عوده المصابين. هم بالتحديد اللي انا ركزت عليهم ووضعتهم في الخطه بالتحديد من المصابين هم كابتن علي معلول، كابتن اشرف داري، كابتن اشرف بن شرقي. الثلاثه دول مع عودتهم من الاصابات واتحطوا في الخطه بنفس التكتيك ده هيفرقوا جدا معانا، وخصوصا لو بقيه الخطه كابتن رامي ربيعه، اشرف داري، وناحيه الشمال مصطفى العش عشان يكونوا قدامه علي معلول بمهام هجوميه اسرع واكثر. ناحيه اليمين هيكون كابتن محمد هاني وقدامه حسين الشحات، قدام علي معلول هيكون اشرف بن شرقي. في النص ارجح مروان عطيه، واخلي الخط الامامي بالتحديد اخلي وسام ابو علي مهاجم صريح، وتحته اديله حريه حركه عاشور زي ما دلوقتي امام عاشور واخد حريه حركه كبيره. وممكن تلاقيه تحت الفيرود، وهو اصلا حاليا بيلعب مهاجم تاني ما بيلعبش وينج، لان هو انت بتدي له حريه حركه مره وينج يمين مره وينج شمال مره تحت راس الحربه. فبعد عوده المصابين ان شاء الله الخطه دي هتنجح جامد معانا، وان شاء الله هتفرق قوي معانا باذن الله. وكل التوفيق للنادي الاهلي. السلام عليكم.